برنامج سامي والناس برنامج ثقافي اجتماعي رياضي فني لخدمة المجتمع المصري، كما نعرض كل الفقرات الثقافية والفنية من معارض فنية تشكيلية ومن مواهب. برنامج سامي والناس في خدمة المجتمع المصري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الاسبوعي المتجدد دائما معكم في برنامج سامي والناس. اتقدم انا الاعلامي سامي الرسام مع كل اسره برنامج سامي والناس باجمل منى ورق تحياتي واجمل التهاني القلبيه بمناسبه الخطوبه السعيده لبنت اخويا وصديقي الحاج اشرف سليم سليل عائله ال سليم على مستوى الجمهوريه، وده لخطوبه الانسه حنان أشرف سليم على كابتن كريم صابر في حفل جميل جدا ضم عدد كبير جدا من كل الأهل والأصدقاء والجيران وكل الناس اللي جايين يباركوا ويهنوا لأجمل عروسين، واللي نتمنى لهم ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما دائما في الخير، وإن شاء الله في المستقبل بعد الزواج يرزقهم الذرية الصالحة. ألف ألف مبروك وخالص التهاني مقدمة منا إلى أخويا وصديقي الحاج أشرف سليم وإلى السيدة والدة الأستاذة حنان أشرف سليم، وبنقول لها ألف ألف مبروك وإن شاء الله ربنا يتمم لها بخير. هنروح بيكم الأول إلى مدينة السحر والجمال وهي مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث معرض دنيا الإبداع للفنون التشكيلية، واللي ضم عدد كبير جدا من كل المهتمين بالفن التشكيلي تحت رعاية وتنسيق وتنظيم الفنانة المبدعة والمتألقة دائما في إقامة هذه المعارض الجميلة الرائعة هي الفنانة دينا عصام، واللي ضم مجموعة كبيرة جدا من كل أنحاء جمهورية مصر العربية على مختلف الأعمار والمستويات. هنشوف معاكم دلوقتي بعض اللقاءات الجميلة أوي اللي رصدناها داخل كاميرا برنامج سامي والناس مع بعض الفنانين المشاركين في معرض دنيا الإبداع في لقاءات متميزة جدا داخل كاميرا برنامج سامي والناس، والأجرى اللقاءات الإعلامية رضوى حسين. معاكم الفنانة دينا عصام من أصل ثقافة الأنفس بالإسكندرية في معرض دنيا الإبداع في نسخته الرابعة، في نفس الوقت عيد ميلاده، وما شاء الله الحدث كبير، وفي نفس الوقت معنا فنانين ومواهب وجميع أنواع الفن التشكيلي. معانا خط عربي ومعانا زيت أكريليك رصاص فحم جواش. أنا مبسوطة جدا بحضوركم ووجودكم معانا في المهرجان، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكرا أستاذ سامي لبرنامجك الجميل والرائع، والله برنامجك شيق جدا وكان نفسنا نعرفوك من فترة يعني، ولكن للأسف والحمد لله جات أخيرا، وأشكرك وأشكر الأستاذ عبد المنعم شكرا جزيلا، وأشكر الفنانة دينا على هذا المعرض الجميل، ونتمنى لها التوفيق والنجاح إن شاء الله رب العالمين. المعرض النهارده عباره عن تجمع فني جميل جدا في كل المستويات، من المستويات الاولاد الصغيرين اللي جايين بيعملوا ثقافه بصريه وثقافه نظريه وثقافه فنيه، بنضيف ليهم النهارده الاعمال بتاع الناس الكبار. معرض فيه اعجاب كبير جدا. من داخل معرض دنيا الابداع في قصر ثقافه الانفوشي في الاسكندريه، يسعدني ان اقدم لكم الفنان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تعرفني بنفسك؟ احمد انور شهاب. ممكن تكلمني عن اللوحه بتاعتك النهارده؟ اللوحه هي تاريخيه ومن اجمل اللوحات اللي انا رسمتها. ممكن تكلمني عن الالوان اللي انت استخدمتها في اللوحه؟ هو الالوان المستخدمه في اللوحه زيت على قماش، زي ما انت شايفه تاثيرات الاضاءه تمام، وتاثيرات الوش، وده طبعا كسر الماظ تمام. بس طيب اشتركت في معارض قبل كده ولا اول مره؟ اشتركت في معارض كتير الحمد لله واتكرمت والحمد لله تمام. رسالة شكر حابب توجهها لمين؟ انا حبيت ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا، والشكر يرجع من بعد ربنا سبحانه وتعالى اهلي، وطبعا اشكر الدكتوره الفنانه اللي هي دنيا الابداع تمام على المعرض وتنسيقه، وبصراحه جميل خالص المعرض. شكرا لحضرتك ومنورنا النهارده. اهلا وسهلا. من داخل المعرض التقينا بالفنانه الجميله الرائعه. اهلا وسهلا بيكي، عرفينا بنفسك. أنا اسمي سما محمد وعندي 12 سنة. أهلا وسهلا بيكي. كلمينا عن اللوحات اللي اشتركتي بيها النهارده في المعرض. دي لاندسكيب يعني طبيعة، واستخدمت يعني في الباك جراوند بتاعتها الأسود والأبيض. طيب إيه الخامات اللي أنت اشتركتي بيها في اللوحات بتاعتك؟ أنا استخدمت هنا الألوان الأكريليك. والتانية؟ هنا برضو الألوان الأكريليك، بس دي يعني طبعا عن الفن
النوبي والحاجات دي الافريقي. واستخدمت فيها برضو الالوان اللي هي الزهرة والقوية زي الاورنج والاخضر وكده. وبرضو حطيت مثلا، خدت بالي من الاكسسوارات بتاعت الافريقيين وكده. طيب اول مره تشتركي في معارض ولا اشتركتي في معارض قبل كده؟ لا، اشتركت في معرض قبل كده مع دنيا برضو. قبل كده كنت في القاهرة وكده، وكان في معرض تاني برضو هنا. عندك هوايات تانية غير الرسم؟ هو برضو بعرف يعني اقسم على الازاز والخشب وبرضو القماش، وبرضو بعمل هاند ميد واكسسوارات وكده. وعندي جروب برضو اسمه سكاي جاليري، وبعرف اعمل يعني اللي هو الكروشيه والتريكو والحاجات دي. طيب رسالة شكر حابة توجهيها لمين؟ اول حاجه طبعا لماما وبابا، وبرضو لمدرسيني واصحابي اللي شجعوني، وتيتا وخلاني. منورة المعرض النهارده. نورك. داخل المهرجان قابلنا الفنانة الجميلة، اهلا وسهلا بيكي، عرفينا بنفسك. اسمي نورهان عبد الناصر من محافظة قنا، مدرسة ثقافة الرسمية للغات. اهلا وسهلا بيكي، ممكن تكلميني عن اللوحات اللي اشتركت بيها النهارده في المعرض؟ لوحة عن فلسطين واللي بيحصل يعني دلوقتي وعارفين ونحب ان احنا نشجعهم، ولوحة عن شاطئ اسكندرية وكده. طيب ايه الخامات اللي انت استخدمتيها عشان ترسمي اللوحات دي؟ دي اول حاجة الوان اكليريك، ودي الوان اكليريك وملح. حلو جدا. اشتركتي في معارض قبل كده ولا اول مرة ليكي؟ لا، اشتركت في معارض كتير وخدت جوائز. حلو جدا. رسالة شكر حابة توجهيها لمين؟ اول حاجة طبعا لربنا ان هو اشكر ان هو عمل لي الموهبة دي، ورسالة شكر لبابا وماما لتشجيعهم ليا، ورسالة لمدرسيني عشان شجعوني اكتر واكتر، واصحابي. منورة المعرض النهارده. من داخل المعرض قابلنا الفنان الرائع الجميل الاستاذ، عرفنا بنفسك. طارق سلامة. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. ممكن تكلمنا عن اللوحة بتاعتك النهارده؟ اللوحة بتعبر عن اللوعة، يعني في انتظار، لوعة يعني الحب، الانتظار، حاجات كتير. طبعا كارثية، في ناس بتاخد عليا انها قاعدة في الشباك ودراعاتها باينة، هي متدارية في الشباك، واخده بالك، مع كوبايه الشاي مستنيه اللي هيجي، مستنيه الزائر، مستنيه بس. وفي نفس الوقت بره في الشباك في الصحراء بتخضر، يعني فيها برضو امل، نوع من الامل يعني. بس ومرسومه بالالوان الاكريليك. بصنعها بنفسي بقى عشان بستهلك الوان كتير. طيب اول مره تشترك في معارض ولا اشتركت في معارض قبل كده؟ في معارض كتير قبل كده. طيب رسالة شكر حابب توجهها لمين؟ طبعا الشكر لأبنائي والزوجة، والشكر لله قبل أي شيء، وأصحابي اللي بيشجعوني، أصحاب العمر يعني، والفنانة الرائعة اللي هي منسقة المعرض، فنانة رائعة يعني. نورت المعرض بتاعنا النهارده. أشكرك يا فندم. أثناء وجودنا في المعرض قابلنا الفنانة المبدعة، عرفينا بنفسك. اسماء عاطف محمد لطفي تمام. اهلا وسهلا بيكي، ممكن تكلميني عن اللوحات بتاعتك النهارده؟ انا مشتركه النهارده لوحتين كوفي فاطمي، مدخله فيهم الزخرفه، لان الزخرفه يعني اكتر من انها كتابه، وده كوفي فاطمي مش كوفي مصحفي. في فرق بين الكوفي الفاطمي والكوفي المصحفي. انا النهارده مشتركه بكوفي فاطمي. طيب ممكن تكلمينا عن الخامات اللي استخدمتيها في اللوحات بتاعتك؟ ذهبي نحاسي، وذهبي صريح اللي هو الذهبي المائي الصريح، ويعني شكلهم احلى وجميل يعني. حلو جدا. اشتركتي في معارض قبل كده ولا اول مره؟ لا، اشتركت في معارض قبل كده الحمد لله، وكرموني فيها، واشتركت في مسابقات تبع مدرسة الخطوط وطلعت فيها المركز الأول الحمد لله، واشتركت قبل كده في حاجات كتيرة جدا بفضل الله عز وجل يعني. طيب رسالة شكر حابة توجهيها لمين؟ بشكر الله عز وجل ان هو يعني خصني من ان اكون بكتب ايات قرآنية من كتابي، وبشكر الفضل التاني لوالدي ووالدتي انهم كانوا محفزين ليا جدا، والشكر الخاص اللي انا بخصه اخويا عبد الرحمن، هو اللي كان متابعني في اني اكون احسن واحسن واحسن. بشكر مدرسيني اللي خلوني اطلع المستوى اللي انا فيه الان، وبشكر استاذه دنيا لاضافتها للمعرض النهارده، يعني ما شاء الله عليها انسانه خلوقه جدا، ربنا يبارك فيها، واتمنى ان انا اشارك في معارض اكتر ولقاءات اكتر.
ان شاء الله منوره المعرض النهارده. نور حضرتك، ربنا يعزك يا رب. شكرا ليك. من داخل المعرض التقينا بالفنانه الجميله، عرفينا بنفسك. انا رودينا محمد. ممكن تكلميني عن اللوحات اللي اشتركت بيها النهارده في المعرض؟ اشتركت بأول لوحة دي فن سريالي، واستخدمت فيها ألوان بوستر، وحبيت أبين فيها ألوان تبقى زهرة زي الأحمر والأورنج والبيربل والأزرق وكده. واللوحه الثانيه؟ اللوحة التانية بتعبر عن فلسطين، عن بنت فلسطينية. ايه الخامات اللي انت استخدمتيها فيها؟ استخدمت ورق كانسون هنا وورق كانسون هنا. طيب اول مره تشتركي في معارض ولا اشتركتي في معارض قبل كده؟ لا، أول مرة. مش اخر مره ان شاء الله. رساله شكر حابه توجهيها لمين؟ حابة أشكر ماما وبابا لأنهم شجعوني، وكمان مستر محمد هو اللي حببني في الرسم. نورت المعرض النهارده. بنورك. هنرجع بيكم مرة تانية إلى عاصمة المعز لدين الله الفاطمي، وهي القاهرة الجميلة الرائعة، حيث معرض مصر الحضارات الذي أقيم داخل كلية التربية النوعية جامعة القاهرة بقاع الطيف، ولضم مجموعة كبيرة جدا من كل الأساتذة الجامعات والمهتمين بالفن التشكيلي وأعمال الهاند ميد والمشغولات الفنية اللي تميزت بها هذه الروائع الجميلة التي عرضت داخل معرض مصر الحضارات، والذي أقامه ونظمه الدكتور المبدع والفنان الرائع الجميل دكتور عبد اللطيف مسعود. كمان هنشوف معاكم بعض اللقاءات الجميلة واللي رصدناها داخل كاميرا برنامج سام والناس مع بعض الفنانين، مع بعض المشغولات الفنية وأصحاب الهاند ميد اللي فعلا نالت على إعجاب كل الحضور داخل المعرض، واللي أجرى اللقاءات الإعلامية ياسمين أحمد والإعلامية نورة شديد. يسعدنا أن نلتقي مع دكتور عبد اللطيف مسعود منظم المعرض. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتونا. أهلا بيك. كلمنا عن المعرض. المعرض بيضم يعني هو ملتقى الحضارات، بسميه ملتقى الخبرات بين ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه تربيه فنيه فنون جميله وفنانين هواة وفنانين كبار. ده اسمه ملتقى الخبرات، يعني تجمع الخبرات كلها مع بعض بيطلع فن في الاخر زي ما انت شايف. فكل معرض بيبقى اقوى من الثاني بالنسبه للمبادره بتاع الفنانين الموهوبين بتوعنا، والحمد لله ناجح المعرض الحمد لله. يعني تعرف بحضرتك؟ منسق المعرض منال صابر، وفنانة تشكيلية مدربة فنون للطلبة، ومعايا 20 طالب كل مرة بيزيدوا مواهب من الحمد لله مع الدكتور عبد اللطيف ما شاء الله. يعني المعرض الثامن، فالمعارض كلها جميلة ما شاء الله بتضم مواهب. أهم حاجة الكوادر اللي طالعة اللي هم الأطفال البراعم من KG2 لحد الجامعة، فكلهم ما شاء الله عليهم مش اكاديميين بس هم عاملين لوحات فعلا ابهرت الناس كلها. فعلا بخامات مختلفه، كلهم خامات جديده عليهم. فعلا بتحس بالروح بتاعتهم، هم حابين الموضوع فطلعوا فيه انتاج جميل. فعلا كان معرض مختلف ومميز. احنا نشكركم انكم شرفتونا، ونشكر الدكتور عادل بدر بيذلنا كل الصعاب، والامن وكل الكليه بصراحه الاداره يعني مذلنا كل الصعاب في كل معرض. يمكن ده ثاني معرض نعمله عندهم وبيذلنا كل الصعاب. شكرا جزيلا لكم ونورتونا. شكرا لحضرتك. شكرا ليكي. ميرسي. من داخل معرض ملتقى الحضارات يسعدنا ان نلتقي بالفنانين. اهلا بيكي. أهلا. اسمك ايه؟ زينة أحمد. وانت؟ زياد أحمد. اهلا بيكم. كلميني عن لوحتك. بنت وتعبر عن بحر عايزة تروح. مين اللي علمك الرسم؟ منال. بتحبي الرسم؟ طيب شاركتي في معارض قبل كده؟ 3 معارض. برافو. خدتي تكريمات وكده؟ برافو عليكي. طيب لو عايزه توجهي كلمه شكر توجهيها لمين؟ مش منال وماما. شكرا ليكي يا حبيبتي. كلمني انت عن لوحتك الجميله دي. واحد كان عاوز يروح الفضاء، وكان بيعبر عن الفضاء ونفسه يروح عن السحب والكواكب. مين برضو اللي شجعك على الرسم؟ ماما. شاركت انت برضو في معارض قبل كده؟ 3 معارض خدت فيهم شهاده تقدير. برافو عليك. بتذاكر بقى كويس على كده؟ برافو عليك. طب لو عايز توجه كلمه شكر توجهها لمين؟ لميس منال ومامتي. بشكركم جدا. ميرسي ليكم. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله. عرفينا بنفسك لو سمحت. شاهين مجاهد، فنانه تشكيليه خريجه فنون جميله اسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمينا عن اللوحه بتاع حضرتك النهارده؟ والله اللوحه دي بتتميز ان هي مختلفه شويه، لان اول مره بستخدم ورق البارتي، وعملت شغل طباعه سلك سكرين
وحطيت فيها تأثيرات من السبوتس من الأحمر كتير عشان أدي زي روح التضحية والكفاح. فالتضحية دايما أكتر بتبقى يعني أكتر تعبير عن بالدم يعني، مع تأثيرات حاجات في الحرق، وفي نفس الوقت اديت تاتشات في الأصفر يدي عامل تفاؤل. ممكن تكلميني بقى عن تأثير الفن في حياتك؟ بيأثر فيكي في حياتك اليومية، في حياتك الشخصية ازاي؟ بيأثر عليك أولا توضيب بيتك، ديكورك في بيتك، ديكورك حتى في لبسك، طريقة ستايلك، في رأيك مع الآخرين، في رأيك حتى في لبس أولادك، في طريقة أكلك، إيه اللي يتحط مع إيه اللي يعني كل حاجة بيأثر فيها الفن. يعني أنا شايفة الفن ده ضرورة من ضرورات الحياة، ومش ممكن تدخلي يعني بيت ما تحسيش فيه لمسة جمالية، ولو حسيتي إن في بيت ما فيهوش لمسة جمالية يبقى هو بيفتقر للجمال. النهارده لو حابين نوجه كلمة شكر، نوجه كلمة شكر لمين؟ طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى بوجه يعني ناس كتير، يعني منهم مامتي، بابايا الله يرحمه، زوجي ان هو شجعني لان هو برضو كان غاوي ديكورات وكده فشجعني الصراحه كتير، وبنتي لان هي سبحان الله يعني اتولد عندها هي حبها للغنى اكتر الموسيقى، بس عندها احساس حلو في الفن، يعني تقدر تحس وتقول لك الوان اللوحه دي حلوه، لا دي يا ماما كانت غامقه شويه، يعني باخد رايها برضه. انا سعيده جدا بمعرفتك واتمنى لك مزيد من التفوق والنجاح. شكرا جدا، وان شاء الله دايما كده نتقابل على خير وفي حاجات احسن واحسن وتميز اكتر. من ضمن الاعمال الجميله اللي شفناها في برنامج سامي والناس، نحب نتعرف بالفنانه فاطمه تاج الدين. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. كلميني بقى عن اعمالك دي. انا مصممه ومنفذه شنط، جميع انواع الشنط القماش، منها الصديقه بالبيئه ومنها التوتي باك وكل انواع البراندات اللي هي نازله حديثه للبنات وللجامعات، وبنفذ برضو لعدد من المؤتمرات، الايفنتات، كل المناسبات اللي هي بتتطلب ان هو يتحط اللوجو على الشنط بالطباعه اللي هم طالبينها يعني وكده. لو حب حد يتواصل مع حضرتك يتواصل فين؟ أنا عندي صفحة على الفيسبوك اسمها إنفينيتي، ورقم واتساب 010 20 76 37 90. شرفت بحضرتك جدا وميرسي جدا. من داخل المعرض قابلنا الفنانة، عرفينا بنفسك لو سمحت. تسنيم علي حاجة. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلميني النهارده عن اللوحة اللي أنتم مشتركة بيها في المعرض؟ لوحة عن القضية الفلسطينية وبألوان جواش. طيب الرسم ده هواية ولا دراسة؟ لا هواية. ومعانا الفنانة المميزة، عرفينا بنفسك لو سمحت. سلام متشاور. ممكن تكلمينا عن اللوحة المشتركة بيها النهارده؟ منظر طبيعي. طيب ممكن تكلمينا على الألوان بتاعت حضرتك؟ زيت. وكمان قابلنا الفنانة الجميلة، عرفينا بنفسك لو سمحتي. الفنانة سارة. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلميني النهارده عن اللوحة المشتركة بيها؟ أنا مشتركة بالبورتريه للفنانة القديرة الجميلة شادية. الرسم ده هواية ولا دراسة؟ هو هواية ودراسة، في كلية تربية نوعية في جامعة طنطا. ومن ضمن الفنانين الجمال اللي هنتعرف بيهم النهارده، عرفنا بنفسك لو سمحت. اسمي مازن محمد أبو السوقي. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمني بقى عن اللوحة المشترك بقى النهارده؟ أنا مشترك بروح تظليل برصاص وتظليل. تمام. ممكن هو الرسم ده هواية ولا دراسة؟ هي هواية. بالنسبة لي هواية مش دراسة. ممكن تكلمنا عن الخامات المستخدمة والألوان المستخدمة في اللوحة؟ أيوة الرصاص وتظليل بس، يعني قلم رصاص وعد تظليل. وكمان قابلنا الفنان الجميل، عرفنا بنفسك لو سمحت. عصام ملخ. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمنا عن اللوحة المشترك بيها النهارده؟ لوحة عن فلسطين وتحديدا أبو عبيدة. الألوان المستخدمة فابريكاس. تمام. طب الرسم ده هواية ولا دراسة؟ هواية. اشتركت في معارض قبل كده وخدت جوائز قبل كده؟ اشتركت في معارض كتير قبل كده وخدت جوائز. وكمان قابلنا الفنان الجميل، عرفني بنفسك لو سمحت. أميرة محمد خطاب. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمنا عن اللوحة المشترك بيها النهارده؟ لوحة الطباعة الصامتة. تمام. ممكن تكلمنا عن الألوان المستخدمة في اللوحة؟ الرصاص. الرسم ده هواية ولا دراسة؟ هواية. وكمان معانا الفنانة المميزة، عرفينا بنفسك لو سمحت. أنا ساندي محمد عيد الصرافي، في تانية إعدادي، وبحب الرسم ده هواية بالنسبة لي. ممكن تكلمينا عن اللوحة المشتركة بقى النهارده؟
اللوحة دي بورتريه عبارة، أنا استخدمت القلم الرصاص وقلم التسييح، وهي رسمة أنا شفتها وحبيتها فحبيت إن أنا أرسمها. كمان معانا الفنانة الجميلة، هتعرفني بنفسها دلوقتي. عرفينا بنفسك لو سمحت. ملك عبد الجليل. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمينا عن اللوحة المشتركة بقى النهاردة؟ مشتركة بسلفادور دالي، هو فنان سوريالي وحبيت يعني إن أنا أرسم له رسم. ممكن تكلمينا عن الألوان المستخدمة في اللوحة؟ رصاص تسليم. طيب الرسم ده هواية ولا دراسة؟ هواية. ومعانا البنوتة الجميلة، أتعرف بيكي؟ سيدين محمد المنشاوي. مين اللي شجعك على الرسم؟ ماما والمس بتاعتي. تحبي الرسم؟ ايوه. اهلا بيكي، انت اسمك ايه؟ حياة احمد سامع عسل. مين اللي شجعك على الرسم؟ ماما ومس. شاركتي في معارض قبل كده؟ شكرا يا حبيبتي. عرفيني بنفسك. عبد العزيز العزاوي. تحبي الرسم؟ بتذاكري كويس ولا بترسمي بس؟ لا الاثنين. شطورة. مين شجعك على الرسم؟ ماما والمس بتاعتي. عرفيني بنفسك. انا اسمي ملك احمد نظيف. اهلا بيكي، كلميني عن لوحتك. انا رسمت بيوت وجنبها طبيعة وجنبها بحيرة. تحبي الرسم؟ اتعرف بيكي. اسمي كارمن محمد الصرافي. رسمة لوحة عن ايه؟ شخصية كرتونية. برافو عليك. بتحبي الرسم؟ وحابين بقى نوجه كلمة شكر، نوجهها لمين؟ لربنا ومامتي والمس بتاعتي. ميرسي ليكي. لربنا والمامتي والمس بتاعتي. لربنا والمس. ربنا اولا ثم ماما ثم استاذة رانيا. ميرسي ليكي. قولي لي انت. نويت الشكر لربنا والمس رانيا. ربنا وماما والمس بتاعتي. بشكر ربنا وماما وبابا والمس. ميرسي ليكي. وانتي؟ احب ماما. بشكر ربنا وماما. ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده مس رانيا، بعد كده ربنا يخليك. وانت؟ ربنا سبحانه وتعالى بعدين اختي، بعدين مس رانيا. بشكر ربنا سبحانه وتعالى وانا ماما ومس رانيا. بشكر ربنا ثم مامتي. بشكر ربنا ثم مس رانيا. ومعانا مس رانيا بقى اللي علمت كل الاطفال دول الرسم. كلميني عن الشغل بتاع حضرتك. هما كلهم بيحبوا الرسم وانا بساعدهم، وهما بيحبوا يشاركوا في المعارض، فجايين النهارده يعني عشان نشاركوا في المعرض وكده. حضرتك بقى كلمه بقى تقوليها للمجموعه بتاعتك دي كلها. بشكرهم جدا وعايزاهم يستمروا ويشاركوا في كل المعارض ان شاء الله. ميرسي ليكي، من نجاح لنجاح دايما. اثناء تواجدنا في المعرض قابلنا الفنانه الجميله، اتعرف بيكي. اسمي مريم محمد طارق. اهلا بيكي. اهلا بيكي. كلميني عن عملك الجميله دي. هو انا بشتغل بخيوط مختلفه، بس دي الشنطه دي معموله بخيط اسمه خيط سلسله، والخيوط وعملت بيها افكار مختلفه عشان اكون متنوعه ومختلفه يعني، فعملت الشكل ده زي بتاع الفراعنه وكده، وعملت الشكل ده. ودي كسترات اللي هي بتحط عليه كوبايه الشاي اللي هي دي، ودي تابلوات اللي بتعلق على الحيطه فيها اشكال مختلفه. اعمالك جميله جدا ومميزه. لو حد بقى حابب يتواصل معاكي عشان يشتري منك الاعمال الحلوه دي، يتواصل معاكي فين؟ هقول لحضرتك على رقم التليفون، رقمي 011 51 36 965. ميرسي جدا ليكي، اتشرفت بيكي. ميرسي لحضرتك. الحقيقه من المواهب الجميله قوي والرائعه اللي جات لنا على صفحه برنامج سامي والناس، وهي موهبه الرسم. الحقيقه الموهبه الجميله الرائعه اللي احنا شايفين كل لوحاتها الجميله معاكم دلوقتي على الشاشه، وهو الطفل محمد صابر يونس، وهو طالب بالصف الثاني الاعدادي بمدرسه الشرفه الاعداديه اداره المرج التعليميه بمحافظه القليوبيه. والحقيقه اللي تتميز لوحاته بالوطنيه، واللي شايفين معاكم اللوحات الجميله او الرائعه اللي هي حملت بين طياتها كل الاسلحه الجميله قوي للجيش المصري، لانه بالفعل بيحب جيش مصر جدا وبيحب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان كان اول كلمه له بعد ثورة 11 أو 2011 هي كلمة السيسي رئيسي. الحقيقة الطالب محمد صابر يونس من الطلبة المتفوقين جدا في المدرسة، كمان كل أساتذته بيشكروا فيه جدا، وكمان والده له كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام. الحاج محمد مهتم به اهتمام خاص جدا ورعاية خاصة جدا في ان هو كمان بيهتم بموهبته وبيحاول ان هو ينميها على اساس ان هو في المستقبل باذن الله يكون في خدمة البلاد والعباد والوطن والمواطن. كل الشكر والتحية والتقدير لكل اللوحات الجميلة الرائعة
للفنان الموهوب الرائع، الطفل المبدع الحقيقة اللي أنا أتمنى له في المستقبل أن يكون له مستقبل مشرق وجميل جدا في الفن التشكيلي، وكمان يشارك مع كل معارض كل الأساتذة من الجامعات والدكاترة وكل الفنانين التشكيليين المبدعين المحترفين، على أنه يكون له شأن في يوم من الأيام. تحية خاصة جدا من أسرة برنامج سامي والناس ومني أنا شخصيا إلى الطالب والطفل الموهوب الرسام محمد صابر يونس، وتحية خاصة جدا إلى السيد والده الحاج محمد يونس لاهتمامه بيه اهتمام خاص. وقبل ما نختم معاكم الحلقة هنختم معاكم الحلقة بشوكولاتة الحلقة، بونبوناية الحلقة، وهو معرض نصرة فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع شعب غزة ضد الاحتلال الغاشم الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقام الفنان المبدع الرائع الأستاذ عبد المنعم محفوظ معرض تحت شعار نصرة فلسطين، ونضم عدد كبير جدا من كل اللوحات الجميلة الرائعة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، واللي كان من سماته انه كان في مجموعة كبيرة جدا من الأطفال المتميزين الرائعين اللي فعلا شاركوا إخواتهم في فلسطين برسوماتهم الجميلة المعبرة عن هذا الحدث. هنشوف معاكم دلوقتي كل اللقاءات الرائعة الجميلة أو المتميزة من داخل معرض نصرة فلسطين بمكتبة الدقي بالقاهرة، والذي أقامه ونظمه مجموعة كبيرة جدا من أكاديمية الحياة تحت رعاية وتنظيم الأستاذ والفنان عبد المنعم محفوظ، واللي أجرى اللقاءات الإعلامية ياسمين أحمد. النهارده في مكتبة مصر العامة بالدقي من كبرى مكتبات جمهورية مصر العربية تشرفنا بالقيادة الثقافية والفنية في افتتاح معرضنا، معرض أولاد مشتول السوق، أولاد الشرقية، معرض نصرة غزة. أنا بشكر كل أب وكل أم حضر مع ابنه، بشكر كل أب وكل أم إن هم راعوا الفنون بتاعتنا. احنا اشتغلنا النهارده شغل واقعي بعيد عن الشغل السريالي والشغل التكعيبي واي شغل تاني، اشتغلنا شغل واقعي من واقع الحياه، واحنا كلنا جايين النهارده عشان نعمل نصره غزه. انا والفريق المعاون، الفريق دول اساتذه كبار جدا كتر الف خيرهم، تعبهم وجهدهم النهارده كله مشكور. معرض فني جميل متميز عبر عن احساس كل اللي موجودين في المعرض، بنشكر الجميع. من خلال الريشه والقلم والالوان بنقول لغزه احنا معاكم قلبا وقالبا وبننصر غزه. عبد القادر النجار. من داخل أكاديمية الحياة فن وإبداع بشكر كل الطلبة اللي دعموا غزة ورسموا لها لوحتها بالرصاص والألوان، وبندعم غزة كلنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سقفة كبيرة لمصر، سقفة كبيرة لمصر. ومعانا النهارده الفنان الصغير المميز، عرفني بيه. أمير حمد محمود. اهلا بيك حبيبي، كلمني عن لوحتك الجميله دي. البت تعبر عن دمار الارض بيتها في فلسطين، والحمامه تدل على السلام، والسلوك تدل على الاحتلال في اسرائيل. معبره جدا لوحتك. ايه الالوان المستخدمه فيها؟ الوان ماي. مين اصلا بقى اللي شجعك على الرسم؟ الاستاذ عبد المنعم محفوظ. تمام. وماما وبابا ايه؟ ماما وبابا وجدي جلال واستاذ عبد المنعم محفوظ. تمام. بتذاكر كويس بقى؟ بذاكر والرسم. شاركت في معرض قبل كده؟ معرضين، معرض في التونس ومعرض في القاهرة دار الأوبرا، وخدت تكريمات. لو حابب توجه كلمة شكر توجهها لمين؟ أنا أوجه شكر لربنا، وثانيا ماما وبابا، وثالثا الأستاذ عبد المنعم محفوظ. ميرسي ليك جدا حبيبي. شكرا. ومعانا النهارده الفنانين الصغيرين، أتعرف بيك؟ آدم خالد. وإنتي؟ أيسر خالد. كلمني عن لوحتك يا آدم. روحتي عبارة عن راجل فلسطيني ورجليه عبارة عن جزر، يعني هو مرتبط بوطنه. كلميني عن لوحتك انت. لوحتي عبارة عن حاجة فلسطين، بنت لابسة حاجة فلسطين. فلسطين، لابسة عن فلسطين. مين اللي شجعك على الرسم؟ ماما وبابا والمستر. مين اللي شجعك على الرسم؟ ماما بابا والمستر. طب لو حابين توجهوا كلمة شكر توجهوها لمين؟ توجهها لماما وبابا.
وانتي؟ ماما وبابا. شكرا ليكوا حبايبي، ميرسي. النهارده معانا الفنانه الجميله، اتعرف بيكي؟ ديما محمد النحاس. كلميني عن لوحتك الجميله دي. تحرير فلسطين. ايه الوانك اللي انتي مستخدماها في اللوحه؟ الوان ميه. مين بقى اللي شجعك على الرسم؟ ماما وبابا ومستر عبد المنعم ومس وقام. لو حابه توجهي كلمه شكر توجهيها لمين؟ ربنا وماما وبابا ومستر عبد المنعم ومس وقام. ميرسي للقاء الجميل ده. شكرا. ومعانا النهارده الفنانه الجميله بلوحه مميزه جدا، عرفيني بيكي. اسمي رؤية سعيد موسى محمد. اهلا بيكي، كلميني عن لوحتك اللذيذه دي. هكذا اصبحت غزه، حتى اصبح فيها الدمار زي ما انت شايفه كده، وما يعني اصبح ان ما فيش حاجه تدفيها غير علمها، علم فلسطين. وجد الاطفال بقوا يتمسكوا باقل حاجه حتى العابهم، والدمار بقى حيام جدا في غزه زي ما انت شايفه كده. ايه الالوان بقى المستخدمه في اللوحه؟ الوان ميه. مين بيشجعك على الرسم؟ بابا وماما. لو حابه توجهي كلمه شكر توجهيها لمين؟ طبعا لربنا اولا، وثانيا لعيلتي، بابا وماما واخويا وكده، يعني عيلتي كلها طبعا. ميرسي جدا للقاء الجميل ده. شكرا. النهارده معانا الفنانه الصغيره المتالقه، عرفيني بيكي. ريم أسامة خير. كلميني عن لوحتك الجميله دي. لوحتي دي عن نصر غزة، وربنا ينصرهم وربنا معاهم، وبرضو الرئيس السيسي معاهم وربنا معاهم. ربنا ينصرهم يا رب. كلميني بقى عن الالوان المستخدمه في اللوحه. أنا رسمته بالرصاص الأول وبعدين الألوان الأكريليك. مين أصلا شجعك على الرسم؟ ماما وبابا وأستاذ عبد المنعم. طب لو حابة بقى توجهي كلمة شكر اللي ساعدك في إنك ترسمي اللوحة زي دي، توجهيها لمين؟ أولا ربنا، وبعدين بابا وماما وأستاذ عبد المنعم ومس وقام. شكرا ليكي يا حبيبتي، ميرسي. شكرا. معانا الفنانة الصغيرة الجميلة الرقيقة جدا، عرفيني بيكي. مايا الحسن الجندي. كلميني بقى عن لوحتك الجميلة دي. فيلم فلسطين. ايه الوانك اللي انت مستخدماها في اللوحة؟ الوان مايا. مين اللي مشجعك اصلا على الرسم يا مايا؟ ماما وبابا. لو عايزة بقى توجهي انت كلمة شكر لحد خلاكي تعملي لوحة حلوة زي دي، توجهيها لمين؟ ربنا، ثم ماما وبابا، ثم مستر عبد المنعم. ميرسي ليكي جدا حبيبي، ممكن ابوسها؟ ومعانا النهارده الفنانه الجميله المتالقه، عرفيني بنفسك. انا اسمي منى هشام، عندي 13 سنه. كلميني عن لوحتك الجميله المعبره دي. انا رسمه جندي ماسك خريطه فلسطين، اللي فلسطين بتتشهر بالزيتون، وبيرسم موجود فيها المسجد الاقصى، وعن جمال فلسطين وعن جمال الوان فلسطين. ايه الالوان اللي انت مستخدماها في اللوحه؟ مستخدمه الوان اكليريك. مين بقى اللي شجعك على الرسم؟ ماما وبابا. لو حابه توجهي كلمه شكر توجهيها لمين؟ هوجهها اولا لربنا سبحانه وتعالى، ثم لماما، ثم لبابا وجميع عائلتي. ميرسي ليكي يا حبيبتي على اللقاء الجميل ده. شكرا. معانا النهارده فنان الطبيعه اللي دايما بيشارك معانا في كل المعارض، الفنان خالد عبد الهادي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن تكلمني عن لوحاتك الرائعه دي؟ لوحاتي يا فندم بجيب يعني لمحات من الاحجار بتمثل الطبيعه. في لحظه مختصره كده معانا حجر جايب كوكب الارض، العالم اللي احنا عايشين فيه كله، وحجر تاني جايب معايا لمحه قبه الصخره، والجمال اللي فيه الجمال اللي فوق اللي جاي زي الابوه المدنه، وادي الشكل زي ما انت شايف منظر طبيعي من الاحجار تضامن مع القضيه الفلسطينيه نفديها بروحنا طبعا. ومن ضمن الحاجات معانا بقى حجرين جايبين ان مصر يعني عظيمه في شانها في الحروب وخط احمر دايما. معانا حجر جايب لمحه من حرب اكتوبر، راجمات الصواريخ زي ما موجوده فوق اهي، وادي لو خدنا من لمسه العربيه، وادي المدفع مجسد عليها من الاحجار تضادمهم يعني مثلا مع الوقت برضو من قديم الازل. الفراعنه مشهورين بالحروب برضو. حضرتك هنا في لمحه الحصان والبنديره بتاعت العلم داخل ساحه المعركه، ما كانوش بيحاربوا، كان كفايه دهوسوا على الاعداء بسرعه الصاروخ المدفع. وادي لمحه الطور من تحت اهو الحصان مدهوس عليه. جات لك الفكره دي منين؟ هي هوايه عندي يا فندم من حوالي 8 سنين، ان انا بطلع الجمال اللي متداري في الاحجار، بستكشفه لما يكون مثلا عندي وقت او حاجه زي كده. لو حابب توجه كلمه شكر توجهها لمين؟
انا بوجهها لاي حد يساعدني ولحضراتكم طبعا وللمعرض الجميل اللي بيشارك تضامن مع القضيه الفلسطينيه الدكتور منصور يونس والدكتور عبد المنعم محفوظ، واحنا الشعب المصري كله متضامن مع القضيه الفلسطينيه بارواحنا وقلوبنا وكلنا احنا معاهم. بشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده، ميرسي. شكرا يا فندم، متشكرين جدا، متشكرين لحضراتكم. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أرجو أن تكون كل فقراتنا قد نالت إعجابكم، على أننا منتظرين تبعتوا لنا كل مشاكلكم، كل مواهبكم، كل حالاتكم الإنسانية على صفحتنا على الفيسبوك برنامج سامي والناس، أو صفحة سامي الرسام، أو تتواصلوا معنا على أرقامنا اللي موجودة على الشاشة، أو تبعتوا لنا كل فيديوهاتكم بمواهبكم بمشاكلكم بهواياتكم على رقم الواتساب 012 اللي موجود على الشاشة. على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية.